انت يا عبد عم تعمل كتاب. نعم. شو بين معك؟ ما يا خيي يعني شو بعرفني يعني مش عم انه قريت كل الوثائق وعم بقراها دايما والجرايد كلها، ليك الجرايد كلها في تقلبات بالمواقف ما تلحق الواحد الفرقاء ماشي هيك وانا لاحقه، ماشي هيك وانا لاحقه، بيفتل يا خيي مدري وين بفوت بضيعه. وفي تحيز انه المؤامره هيك تك 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 تحيزات. انا مش ضد التحيز، انا راح اتحيز بس بتجرد لا افلش التحيز لوجيك تك تك تك. ما المؤامره تجرد واحد مفلوش، بدي منكم تجرد من كل تحيز لنوصل كلنا سوا لها تحيز واحد بتجرد. وضدها مش فيها ضدك او ضدي، ضد وضد وضد فرد ضد ضدها. شو يعني هلا؟ انه يعني هلا شو هي؟ انه مؤامره مثلا انه على المسيحيه ولا على الفلسطينيه مثلا، نقي لي وحده تحيز وحيزني معك بس بتجرد. مؤامره في انه بدهم يقسموا البلد. مين اللي بده يقسم البلد؟ سمي لي بكل روح رياضيه انه فلان مثلا هو بده يقسم، بحط له صورته وبنزل الكتاب على المفضوح. بصير ما فيك هيك، ما كل واحد عنده راي يا عبد. شو راي؟ ما في راي، في مؤامره ما في راي. بدي نزل المؤامره بالكتاب مش الراي. شو على رايي ورأيك؟ انت شو رأيك؟ مؤامرة أكبر منا يا عبد، ما حدا عارف الحقيقة. اتركوني اكشفها للحقيقة. تركينك مين لقطك؟ ايه بس ما تتركوني بالمرة. ليك حكيم، ليش ما بقعد أنا وياك جيب عند زمان نقرا هالوثائق كلها وين ما بدك عندك بالبيت مش مشكلة، بروح معك وعلى جلسات بنكشفها بكل تجرد وبنخلص منها، وأنا ببقى بفلشها بعدين. يعني مش ضروري حضرتك تكون موجود. شو رأيك؟ شوف يا عبد، هو هذا شيء مزبوط بس الوقت يا ريت وقتي بالليل يا خيي، بالليل رواق، بالليل عشية أفضل كمان. ما يا ريت ما في وقت حتى بالليل لأنه وقتي بكون. شو عندك نقعد البلد مقسوم يا ابني، فضي حالك ولو شو عندك. نقعد يا عبد، مش هاي المشكلة، فهم علي. بس حتى لو قعدنا مع بعض ما راح فينا نعرفها. بعرفها عبد على المفضول، رح بدي اعرفها مشان العالم. الوجوه بدي تشوف كل الوجوه. على المفضوع سمي يا حكيم، تسخن بالناس اللي على النار. سمي يا حكيم، سمي. أنا عارفها، بدهم يقتلونا، بدهم يخفوا أثرنا محمودات كلهم. لك ما حدا بده يقتلك، هودي عملاء هون وهونيك كلنا العملوا الطائفية. كيف عملاء دكتور؟ عملاء الأمريكان، يعني هن مشروها طائفية حسب المخطط، مو مخطط أمريكاني. يعني هلا الوالدة عم تقبض من الأمريكان؟ شو دخل الوالدة؟ الوالدة خيي مثلا نصارى ما بتأجير، ما تبحث يعني كله ولا النصارى، ومع العلم بتقبض من الأمريكان. بالعكس أنا اللي بعرفه إنه إلها مواقف ضد الأمريكان الوالدة. لك هلا في ما بقول لك هالجيل القديم بعده هيك متخلف شوي بعقليته. ليش والجيل الجديد كيف شايفه حضرتك؟ شو بو الجيل الجديد؟ الجيل الجديد يا ريس أولاد أخت 2 رقير هالقد بالبورة خيي، بطلوا يلعبوا أبطال حرامية. اللعب كله هلا إسلام مسيحية. وهيدا الصغير ربيع بيعمل مسيحي دايما، بيضله ملقح بالأرض. عم بقلك والله قبل ما يقوصوا حمودة بتلاقيه قلب وبيقلب وعلى قلبه مثل العسل. ايه والله. لك منيح هلا ان كان هون ولا هونيك في طائفية. ولا شو عم تقول له للزلمة ما في طائفية؟ لأنه ما في طائفية. ايه؟ لأنه في طائفية، لأنه بالطائفية ما عملوا مؤامرة، ما هيها في مؤامرة على الطائفية. هالدول الكبيرة علينا ما متفقين بين بعضهم الجماعة. فهمت كيف الدوار؟ ما فهمت شيء. روح لمحلك لكن. وهي وين حكيم؟ وإذا بتريدوا ما حدا بيحكي بدون ما أسأله. 500 ما في طائفية. نزار شرف. شو القصة يا نزار؟ قالوا لي عم تتذمر من الأدوية. أنا اللي بشعره دكتور إنه أنا ما بني شيء، بحكي مزبوط، تحليلي كله مزبوط، والأستاذ عم بتسجل لي عدة أشياء موجودة كلها وفيك تسمع مزبوطة جدا.
انا سمعتها يعني. وبسمع حالي انا وعم بحكي انه منيح مزبوط، بس ما في شيء مزبوط. كيف هاي بقى؟ دكتور انا مش حجي. حجي؟ ليش مين عم بيقول لك انك حجي؟ انا وطالع وانا ونازل توقفني على الدرج تسالني عن الوضع. تعرفني بشتغل بالسياسه، شو استاذ، شو معقول يصير؟ مين هي؟ حجي مشاهد عندنا بالبنايه اول طابق. انسانه بسيطه. ايوه. ايه انا جاوبها الا توقعاتي ومزبوطه سامح حالي، بس ما عادت زبطت بالمره، الا بدها تعلى تروق، الا معقول تروق تعلى. اخر شيء احلى ما تفكرني مش عارف شيء، صرت الا ما حدا عارف شيء من شيء. ايه شو يعني؟ صرت اتهرب منها دكتور. بس بتعرف لي دعستي هي مصيبه تلاقي لي على الدرج شو استاذ ما حدا عارف شيء من شيء. ايه بس بعدين انتبهت انه انا عن جد شو بدي بالحجه مش عارف شيء من شيء. عن جد يعني صراحه، ومثلها يعني، وعم بتهرب منها لانه انا صرت حجي، بس انا مش حجي. مش حجي لا يا نزار، بس هو الوضع غامض. دكتور غامض على الحجي مش علي. انا شو شغلتي طيب؟ انه هلا شو بده يصير؟ تفضل عم بسأل. ها انا المفروض جاوب مش اسال. ما حدا عارف شيء من شيء يا نزار، ما تعملها مشكله. بلا مشكله. انا ما عم تعرف شيء من شيء، في اشياء مش عم بفهمها بقى. انا بعرف الأنظمة العربية بدها تصفي المقاومة والحركة الوطنية. جينا نحن والمقاومة على هالأساس في خندق واحد، قلنا للعالم كله بدنا سلاح لنقاتلهم. اجوا هن عطونا سلاح. شو هيدا؟ كيف هالشغلة؟ طيب أخذنا سلاح وجينا نزلنا في خندق واحد لنقاتلهم. اجوا قعدوا معنا بالخندق، والكلاه طلعوا من الخندق قال نحن معكم. يعني شو بدك تقول لهم؟ مثل اللي بيصير ما لك عين. ومنه تعا فكر انه بيساعدونا. ايه بس ضد مين بالضبط؟ طيب ليش تقبلوا السلاح منهم؟ بدنا نقوص عليهم. كيف بدها تقوص الجماهير؟ دكتور نحن قايلين انه نحن مع عروبة لبنان بفرد خندق مع العرب. ها مزبوط. ونحن قايلين انه العرب بفرد خندق مع اليمين اللبناني. ها مزبوط. كيف بدها تزبط هيدي؟ قلنا بفرد خندق يعني. قلنا بفرد خندق يعني. شو الخطة هيدا؟ ما كلهم متفقين مع بعض. لا مش متفقين. صار انا حاطط 10,000 شهيد. رؤيا مش متفقين. رؤيا نحن ما بنتفق. نحن والرجعية راجعين مع اسرائيل. يعني اسرائيل معنا بفرد خندق. ما بيصير. مع مين نحن؟ دكتور هلا عيان دخلك من شو هذا؟ طولوا بالكم على الدكتور شوي. والله كثير يا عيان. زفان تفضل. شو يا زفان كيف حاسس حالك؟ ستيريو. كتر خيرك الله. كيف يعني؟ كله موديل جديد جاي ارمني ستيريو. مش عم بفهم. انا كمان. طيب كيف ارمني ستيريو؟ ستيريو
هيدا لبنان هيك صارت ستيريو. اجت بده بيشتغل مشان لبنان كلك، يا حمار يا زفين صار خازوق ستيريو. طيب ما خلصنا من القصة، بدنا نضل نفكر فيها؟ ايوه. لا مش لازم نفكر فيها. كيف ما بدي فيها؟ كيف ما بدي فيها؟ نحن أرمني حمامة كان هون مشان حب وإيمان لبنان كلك، هيك بيعمل مشان حمامة؟ زعران. زعران بده بوليس. خبرنا بوليس كيف قطع شوف، اجا بوليس هون هيك ستيريو، صار يعمل هيك راسه ستيريو. شوفي ما في شيء، شو بعمل؟ قال هي زعلانة ستيريو. الله بيعود قال. شو الله؟ كيف الله؟ وين الله؟ هون ولا هون؟ ما في، أنا بدي بيعود من هون ستيريو خزق بنطلون. لك طيب ما انت بدك تجرب تنسى الموضوع. ستيريو 2 موضوع فيه، بيروح واحد بيجي واحد. عم بيقول انت روحي ارمينيا اذا انت مش لبناني. مين قال لك؟ هلا انا لبناني؟ طبعا انت لبناني. انا ستيريو ارمني لبناني. لك لا شو ستيريو، انت لبناني خلاص. عم بيقول اذا لبناني لازم موقف بحرب، ما بده ارمني. نحن ما دخلك حرب لبناني. مش ضروري تحاربوا. بصير اوكي، انت ارمني انا بدربك، انت مش لبناني. ليش بتقول لهم انا ارمني وما دخلني بيناتكم بس لبناني؟ كيف لبناني اذا ما دخل؟ لانك ارمني ما دخل. ارمني مش لبناني. لا ما ارمني ولبناني. ستيريو صار ارمني لبناني مش معروف. ستيريو صار اعكس. بتفضلي شو بتقولي له هذا؟ نقاش؟ هودي بدهم نقاش؟ معلش دكتور روق عليهم شوي. ارمني لبناني ما ارمني لبناني. ستيريو صار حكيم. ستيريو صار ستيريو. روح لمحلك. روح. كتر خيرك الله. خلاص يا زفان خلاص زفان. رشيد تفضل. ايه بري يقطع عمري. اقعد رشيد. اقعد حبيبي. منيح هيك. اقعد احسن. بنسخ هيك الافكار. طيب هات لشوف، خبرني كيف ملاقي حالك على الدواء جديد؟ الكحلية؟ كحلية ايه. ما في شيء ابدا. كيف يعني؟ رواق. عم بتروق عليها؟ مش رايق. كيف رواق عم بتقول؟ شو مش رايق يا حكيم. ايه بس شو رواق يعني؟ ايه رشيد؟ في بالحبة. ايه شو بها الحبة؟ فيها بالحبة فيها رواق. اها حبة هيك كحلية صغيرة هيك. ايه بعرفها. ايه رايقة كتير ما بتعمل شيء ابدا. انه مش عم تأثر معك ولا فيها تأثر. طيب شو اللي عم تحسه؟ والله عم بحسه يعني كيف لاقول لك مثلا عم بحسه اكثر شيء تنميل. انا لاحظته بتعمل تنميل اكثر شيء. تنميل وين ما بدك يعني مش شيء معين. زيع تنميل زيع بلا تنميل زيع هيك تنميل زيع بلا تنميل مش مضبوطه. ايه طيب يعني انه انت عم تتضايق منها يعني؟ ما مثل اجري ما فارقه معك. تسلم مثلا جاوبك. طيب شو بدنا بالحبة؟ حلو يكون فيها شيء. ايه حلو كتير رشيد. شو بدنا بالحبة؟ شو بدنا بالحبة؟ ايه انتو بدك شيلها. شلناها. انا معك انا 100%. شلناها. شيلها. يلا شيلها. انت رشيد بدي اعرفه انت شو عم بتحس بعدك؟ نحكي؟ ايه طبعا. حكيم الله انتو رح تبحشوا ولا ما رح تبحشوا؟ نبحش؟ شو بدنا نبحش؟ بالارض. بدكم تبحشوا بالارض ولا ما رح تبحشوا؟ لشو بدنا نبحش؟ لشو بدنا نبحش؟ لأقول لك لشو بدنا نبحش، لأنه بدنا نبحش منشان لحتى نشوف هالإشارات منين عم تجي. أي إشارات؟ منين عم تجي هالإشارات؟ لأي إشارات؟ حكيم الزلمة مخه معكوف يكون عندك بعلم إذا سألوك.
مخه معكوف ولو ما مبين مش ضروري داخليا له عكفه. شغله وشغله يا رشيد. هيدا الزلمه ما في معه نتيجه. لك طيب عال بس مين هو معه نتيجه. لك طيب على راسي بس مين هو الزلمه؟ زلمه هو او غيره يعني ايا يكن زلمه او مثلا امراه شوف لعديت وين مثلا حاصل مثلا حاصله على الهويه اللبنانيه. الهويه اللبنانيه توك طيب عال بس فيك تقول لي كيف مخه معكوف؟ ايوه نعم حكيمك بس شكلك من شو هيك؟ هيدي العكفه. ايه عال بس من شو العكفه يعني؟ هي من الارض، ما الارض عم تعطي اشارات حكيم، اشارات قويه بيلضغطها مثلا جسم الزلمه اللي واقف عليها ماشي على الارض. وين بيمشي الزلمه؟ على الارض. وين بده يروح مثلا؟ رايح على شغله على بكره ما ادري يعني وماشي قصدي لا بالاثناء بتطلع الاشارات تسحب بجسمه تغلغل في جسمه وبتطلع بتهدى هون فورية بيعكف. ببلش الزلمه بيفرد. شو بتقصد فيها بيفرد ايه شو يعني بيفرد؟ ايه كيف بيفرد؟ كيف لاقول لك مثلا بيفرد لنقول مثلا تيجي مثلا بتفرد، تيجي لنقول حكيم انت حكيم ايه. انت حكيم مثلا حبيبنا قلبنا راسنا عيننا، تيجي مثلا تفرد فرضا مثلا بيجي انا مثلا رشيد في كوني في ذاتي مثلا بفرد. ست مثلا بتفرد. فهمت كيف؟ هاي بتفرد يعني. كيف هاي بقى؟ هاي هيك من الارض يعني. اثنين مثلا خذ لك اثنين مثلا، شو هن اثنين؟ واحد وواحد اثنين. واحد اثنين؟ إيه؟ لا ما في، هاي وقفناها. اثنين يعني واحد وواحد بيفردوا. كيف يا رشيد؟ مش عم بفهم عليك. جربها بيفردوا معك دغري. شو بده يفردوا؟ بيفردوا معلوم يمكن اللي بده بيفردوا لانه 5 شباب لبنانيه عم بيتمشوا مثلا يعني. هودي مش 5، هودي واحد هيك بيطلعوا. ايه بيطلعوا 5. ما بيطلعوا 5. شو بيطلعوا؟ ما بيطلعوا، ما مخهم معكوف بيفردوا ما بيقدروا بيطلعوا. لانه مثلا على العكفه ما الزلمه بعكفه. العكفه على عكفه حكيم ما بتلقط معك بتزحط، بصير في ما بيعود في مجال بيطلعوا بيجوا بيطلعوا بيزحطوا يعني. هالعكفه مثلا واحد بيجوا بس بضل ما بيطلعوا. واحد حد بعض يعني هيك كيف مثلا. ما في انه مثلا شيء بأثر على شيء ثاني، كل شيء بهالشكل مثلا. ما في مثلا شيء شو هو ما في. مضبوط يا اخي؟ عرفت كيف حكيم؟ لا ما فهمت عليك شو عمل ايه؟ انه مثلا شيء كثير. انت وين؟ خلي مخك معي يعني ما تفكر بشيء ثاني. إيه معك رشيد انا معك بس مش عم بفهم انه يعني خي مثلا ما في 19 واحد. إيه؟ 19 واحد. ايه شفت كيف؟ شو يعني؟ 19 واحد. ايه 19 شو؟ لا كيف 19 واحد يعني واحد مثلا واحد 19 واحد. مش انه مثلا 19 مثلا فلت يعني. عرفت كيف؟ مش انه مثلا شيء. بدك شيء مجتمع، انت اجتماع عالم شو على الملائكه مثلا عجقه حكيم عجقه يعني كله كل واحد في لعبته. احداث حوادث لبنانيه ما تبعد انت انه يا لطيف 5 سنين ومن الله من جوا. لبنان جديد طلع لحم بعجين. كيف يعني؟ لحم بعجين. لحم بعجين. شو خص اللحم بعجين يا رشيد؟ مطعم لابو الجوار لحم بعجين فطاير كله من جميعه. صفيحه هلا بلش مشى صفيحه ابو الجوار. مشي الله وفقه ما له عليه شيء انا، مع انه كان مفروض الله لا يوفقه. هو احب الله سبحانه وتعالى مثلا وفق الزلمه. فينا نقول شيء يعني ما فينا. انا كل بعز علي انا العمر لانه عمر انا والجمال كل بعز علي انه طلع ابو الجوار بيفرض ما عرفه انا.
نازل عم بعمل حراسة من كل قلبي. حراسة أحداث حوادث لبنانية. ما مفكر أنا باللحم بعجين، شو بعرفني؟ ما مخه معكوف وشو بعرفني شو في بمخه. في لحم بعجين بس ما مبينين لبرا على العكفة، ما مبينين. يلي هو ما بتروح إلا لما يصير لبنان جديد، بس ما عارفوا عم بيحكي عن اللحم بعجين. كان روحنا حكينا. أبو الجواهر مسيو أبو الجواهر كان روحنا. هي بتأذي إذا واحد مش عارف، صعبة. نعم. طيب رشيد، ممكن إني أسألك سؤال؟ نعم سألني عفوا. شو بتعوز؟ شو بيجد معك انت؟ اي شيء مثلا سألني. خلي هالشيء دايم بيني وبينك. من زمان انا بدي اقول لك، ما بعرف، بحسك بتحمل تقل انت. لا بس بعرفك مشغول يعني هيك. مشغول انا يا حكيم، مشغول يا حبيبي. انا ما انت مشغول، فضي حالك مالك انت. احكي بس، قول انت. تعال شو بتصير معك؟ قل لي يا رشيد صار معي كذا صار معي كذا. ليه عامل بحالك هيك؟ ما بعرف انت كثير منزوي على نفسك حكيم. سوري يعني بس ما هيك انا بشعر. صحيح بس ما بحب ضايقكم يعني، هيك القصه. متضايقني انت، بتضايقني يا حكيم. ممنونة كثير، الله يخليك. الله يخليك يحفظك يا حكيم. خليك. طالما عم بتقول يا رشيد انه كل العالم رشيد. نعم. طالما عم تقول يا رشيد انه كل العالم مخها معكوف، ما هيك؟ ايوه نعم، كل العالم يا حكي. طيب نسول العرض يعني بس طيب عال، بس ليش لنقيت هذا الزلمه على الطريق وضربته؟ انت فين انك ضربت زلمه ما بتعرفه؟ ايه يا رشيد؟ بنتذكره. نعم. طيب ليش لا ضربته وقتها؟ فيك تقول لي؟ بقول لك شو فرق معي انا؟ هات لشو خي الصراحه يعني ماشي ويعمل لي، انت خدت لك نظريه ماشي ويعمل لي هيك. شلون؟ ايه يا حرام يا حرام انه هو شو درويش كثير هو ماشي. تعب من مسكين، من الشعب المعطر، هو من الشعب رايح. حلو. انه شوف انه هو شو يابا من الجماهير يابا وماشي. شيء هيك. انا بفكره، ما انا بعرف شو في بفكره. انا بفكره هو انه شو يابا، انه الزعمة عم يستغلوا هالشعب. ايه تفكير خاطئ. الزعمة عم يستغلوا هالشعب والشعب معطر، هيك عم بفكر هو. مين هو الشعب المعطر؟ هلا شو ما بده فيه يعمله، بيروح من هون بيفطل من هيك ماشي هيك، بيطلع من هيك، فات الشعب المعطر من هون، طلع من تاني ميلة، هذا فقعك خازوق من هون، راح كلهم على هالمعدل حكيم. ماشي يلا. طيب عال، بس انا كل اللي بدي اعرفه منك خلصنا بقى رشيد حبيبي، انا اللي بدي اعرفه خلصنا بقى. فيه ولا ما فيه؟ امبلا في بس انا في فيه؟ ما فيه؟ ما في طبعا. ما فيه. لا ما فيه، اوعى تقول فيها. ما في طبعا رشيد. غير الحديث. مش مستعد تسم بدني انا مشان إيه لا صحيح، نحن بدنا اياك ضري ما تسم بدنك ابدا، بس انا في نقطه اذا ممكن توضح لي اياها رشيد، هو انه انت ليش اخترت هذا الزلمه هو بالذات؟ هو او غيره يا اخي ما فرق معي، فليكن درس لكل انسان ماشي على الارض عم بياخذ اشارات مخه معكوف وبيفرد. ايا يكن. شو بدك شو انت شو بدك؟ لك انا عم جرب اعرف شو في براسك لاقدر فيدك. ما فيك انت، فكرك تعرف لي نفسيتي؟ اكيد ما فيك يا ليك من الشغله. انا بعشرك 100 سنه يا ابني، 100 سنه باخدك بجيبك ولا بخليك تعرف لي نفسيتي. ليش يا رشيد؟ لانه شيء ما بخصك. طيب شيء نفسيه بتتعلق فيه. اوكي ماشي الحال، شرف روح اقعد محلك لكن تفضل. ما بدي اروح على محلي، لا بدي اروح على محلي. لكن خذ وقتي معي خليني افهم عليك. عم تحكيني بلش يا حكيم. لك خليني افهم عليك، مش تقلي اشارات وبنبحش وبيفرض ومدري شو. حكيم بيفرض لك حكيم، ما تخلي حليب النار يطلع، الله يرضى عليك الله. خلينا ماشيين على فرض خط بشيء ما نصفي بشيء ثاني. شو يعني؟ انت بتريد؟ شو عم تهددني رشيد؟ انت ليه عم تنبر بوجهي؟ ما عم بنبر يا رشيد. حكيم بدي اسالك سؤال يا اخي. تفضل. لفرضا انا احداث حوادث لبنانيه ما دريان باللحم بعجين، الله ضرب على قلبي مثلا، رحت جيت سبحانه وتعالى مثلا ضرب على قلبي. بعتني ابو الجوار لوين؟ قال لك على البريد. على البريد رحت جيت مثلا استجدت في شيء ابدا. شو كان الله؟ خذ لك شو كان الله؟ شو كيف؟ شو كان؟ شو كان الله؟ سمح الله حصل هالشيء. شو كان؟
ما انا عم بسألك. شو كان مثل هلا شو؟ كان مثل هلا. مثل هلا. شو منيحة يعني؟ كيف بتشوفها انت؟ انه نفس الشيء، عملية هي ذاتها نفس الشيء، يعني لانه انا ما بقدر مثلا بأثر على الزلمة انه حصل في تقطيش يا عمي، انه فكرك لما كان رح يجي هذا الزلمة ماشي بيعمل لي هيك، يعني بده يجي حكيم بده يجي. انا شفته. لك رشيد حبيبي الزلمه رايح على شغله ما دخله. ولك من قال لك بدخله يا الله؟ كل ما بحكيك عن الزلمه يا زلمه بتقول لي ما دخله. لانه ما دخله. ولك شو دخلك بهالشغله انت؟ زلمه فات على مخي من الميله طلع بالتاني ميله، كيف ما دخله يا حكيم؟ ليك على العمليه. حكيم انا بتزعل منك خي، انا كنت مارق وشفتهم العالم اخوات شرموطه البعيضه. لا يا رشيد لا مبلا يا حكيم. يا حكيم يا حكيم يا حكيم 88. تفضل شوف 88 160 160 160 هي ما بتزبط 160. شفت كيف؟ شو هلا حكينا يعني 160 كيف شو هي ما بتزبط؟ ما بتزبط 160 ما في بالمية أكتر شيء 100 ما في 160% ما 100 اسمها كيف 160%. لا كيف 160%؟ راحت عليك خلص راحت عليك خلص. فرصة ضيعتها أنا ما بقول لك فرصة ضيعتها راحت من إيدك. شو ضيعتها رشيد؟ شو 160%؟ ما في 80% و80%. 160 ما قلت لك 160 ايه بال200 ولا بال100؟ ما في بال200. ما في بال200 لا ما مش موجودة. وبال100 هل يوجد 160%؟ لا يوجد. ما معك وقت احكي دغري. لا يا رشيد فزلن ما في علي. ما في 160%. ما في لا. يعني شو يعني كذب يعني هودي فرد 80. ما في 80 و80 هودي فرد 80 نفس الجماعة. أنا فكرتهم وليك غيرهم نفس 80. 80 شو عن أي 80 عم تحكي؟ عم بحكي 80 عالم. شو 80 بالعالم بالمية من العالم. شو بهون؟ 80% من العالم بدها لبنان جديد. مزبوط؟ مزبوط. مزبوط. ايه قد ايه بقى من المية؟ 20%. 20 مش 80. منين اجت 80؟ انه في 80 غيرهم يعني؟ ولك في 80 بعد. وين بتروح فيهم؟ في 80% بده لبنان جديد. في 80% غيره ليك. هلا شو بده ما بده لا لبنان جديد لا قديم لا شيء بدهم الصرفه. كيف بقى ولنا فزوا على 100 فزوا على 100 ولا فزوا على 100؟ فزوا على 100. اذا ما بتزبط يعني في هودي فرد 80 جماعه بس كل ساعه بيحكوا شكل. حكيناك وحكيناك. مزبوط يا حكيم؟ كانوا روحونا جماعه عم بيتهتلاعوا كانوا روحونا. اوكي مزبوط يا رشيد معك حق يعني بحساباتك بس انه انت بدك تقعد تحاسب يعني بدي حاسب يا حكيم. لا يا رشيد حبيبي ما العالم بدها تعيش كمان. ما حدش بيعيشوا عضارة. اوعك حكيم. انت عم بتحدثني هلا بدأت انت مخطط علي يا حكيم. انت عم بتحدثني عن مصلحة نفسك لحتى ما اتعارضك وتعارض ابوك. انا بعرفك. حتى رشيد ما يرجع نظره لوجهه ويشوف النور بطريقه. لا يا رشيد انا عم حكيك المزبوط وحياتك. لا خي انت بتحكي شيء بيطلع مزبوط يا حكيم. لك يا خي لك يا حكيم. انا راح احكي مع سركيس. بحكيك شيء انتبه. راح احكي مع سركيس بس حكيت انا وياه صار حديث يعني وانا مداعك رايح شيء عم بحكيك ما بعرف اذا بتعرفني. اي باري شو بك اعلى سلطه فخامه رئيس الجمهوريه اللبنانيه. مزبوط؟ هات ولا كلمه. وكله صاروا نحطوا النقط على الحروف. هيدا التوك هيدا هو التوك مجسد قدامك على هذه الطاوله. وانا ناطر الضوء الاخضر اشاره منك وشي منيح يا فخامه الرئيس اللبنانيه. شو بنط بقول لي انا معك يا رشيد وجمع عالم واقفه. جمع عالم واقفين عم بيحكي قدام عالم الزلمه. قال لي انا معك يا رشيد ملك الساحه اللبنانيه على بياض. حلو كلمه تاريخيه. اي طبعا. انا ما كنت متوقع على الشيء حكيم. طلع لي مخي. ايه بس امتى حكيت مع سركيس؟ بكره بس ما نشوفه. نجلس نحن وياه نتكلم بكل الامور يا حكيم. بس يا رشيد يا رشيد يا حبيبي باي صفه بدك تشوف رئيس الجمهوريه؟ رئيس جمهوريه فخامه رئيس جمهوريه فخامه رئيس جمهوريه اللبنانيه الياس سركيس.
طيب عال، بس بأي صفة بدك تحكي معه؟ نحكي نطلع نتكلم معه. كيف بأي صفة؟ صفة؟ ايه صفة مثلا صفة قوية، صفة مثلا طالع عنده ضرورة. ما بيصير هيك، بدك صفة رسمية. رسمية كتير، شو عم مزح معك يا حكيم؟ قبل الرسمية في هجوم بده يصير، بيحكي بالرسمية. في هجوم بده يصير أقل شيء يكون على علم فخامة الرئيس اللبنانية، ويحط إيده بإيده منيح، ويحط إيده بإيده وخذ له نتيجة. كيف عن خذ له نتيجة مباشرة دغري. ايه بس عن أي هجوم عم تحكي؟ هجوم على العالم. كيف بدك تهجم على العالم؟ بهجم على العالم، شو بدنا يعني؟ وهيك شو بدك؟ ولك ايه وين في عالم؟ بهجم يلا بطف عليهم. حلو ليك، وبدك تهجم وحدك؟ ما بدك حدا يهجم معك؟ بلا بدك. لك طيب كيف؟ ما انت ضد كل العالم، شفت وين؟ في انا بعرف عالم ولا يهمك شو انا مقطوع على العالم يا حكيم. ما انت بتعرف عالم وغيرك بيعرف عالم. انت مفكر غيرك ما بيعرف عالم، غيرك بيعرف عالم. بدك كبر عقلك يا رشيد، بدك طول بالك على العالم، لانه مش العالم من حكيم احكي اللي بدك اياه، ما تقول لي طول. بدك طول بالك يا حكيم. رشيد. اوعك يا حكيم، انت بدك مشان صالحي ما تقول لي طول. رشيد حبيبي بدك طول بالك يا خيي ما بقى يطول، اطول شيء هيك مثل ما شايفني حكيم، اطول شيء هيك مثل مشينا انا صايحك. انا صايحك مشينا طول وطول وطول ماشي وساحبه وراي كل نهار يا حكيم. طويل كتير يا اخي، هذا شيء انت بتريد هيك طويل. ما بعرف اذا انت من رايك عم تدعوس عليه، عم تفركش فيه صرت معقول؟ ليك يا حكيم، ليك يا حكيم. اللي بده يقول سمع بالباه هيك عنيعه دغري، عنيعه وراح اعلن حالة طوارئ. حالة طوارئ ما فيها شيء، كلمتين بيطلع بيقولوهم مثل حالة طوارئ. وانا مستعد افسح حولي ب10 دقايق بفز على التلفزيون مش على العالم. 10 دقايق قبل الاخبار بيطلع بيحكي. شوف ما فيها شيء. انا هون عم بحكيكم بظرف 2.5 ساعة ما بدي اشوف ولا نار ولا قرايه بالطريق ولا واحد بلفوت دعوس العالم ببيوتها افتر العادي حكيم. بيفتحوا سعيد يا باو يلا يا حكيم داوس. ولك داوس مين ما طلع بوجهك نسوان ولا النسوان طفالة ابرياء عجزة ما تاخدون راسي شغلة بده يروح فيها ابرياء. انا عارف هالشيء رح نتعذب شوي اول شيء ما بقول لك يا حكيم، بس بعدين بيمشي الحال. بيمشي الحال؟ ايه طبعا لا بيمشي الحال. روح يا عمي لك عم بحكي هذا حكيم الحال. انا هون اقعد حكيم اقعد حكيم. انا هون عم بحكي لك. انا هون يا حكيم. انا انسان لبناني عم بستجيب لضمير مخي. كيف مخي الله عليك لا المستقبل لا البلد. روح يا عمي لا المستقبل لا البلد. ايوه يا رشيد ايوه. انا هيك دغري انا مع الصغير ومع الكبير يا حكيم. كل واحد فيها بتعطيه مقامه. مظبوط يا حكيم؟ طبعا مظبوط. انا معي اللي بده يحفظ راسه بيقول ايه اللي بده يحفظ راسه اسعد يعلي راسه لانه كسر له راسه. في شيء سهل علي كثير. حطه هيك كسر له راسه راح السلام. شفته؟ ايه شفته. واحد بربي 100 ولا ما بربي 100؟ بربي 100 ايوه يا حكيم. ليك حكيم مشان انا بحكيك كلمه. انا ما بعرف فيه يا حكيم. انا بروح هيك بتضايق كيف بروح هيك بتضايق كثير. هلا في المشروع انت شو رايك برايك؟ شو رايك بالمشروع؟ مشروع كثير عظيم رشيد. مشروع ايه بعرف. شو هو مشروع رشيد؟ مشروع هذا هو. ايه واضح المشروع كثير عظيم رشيد. بدنا نطلع بما يتوت يا جماعه.
بيمشي الحال. ايه طبعا بيمشي. منيحة؟ إيه، منيحة منيحة. ضروري هيك. بس كثير ببين. مشروع رشيد كتير عظيم، وانا رح بعمل جهد اني في ساعدك. كثير اذا معك وقت بحكي لك في مشاريع. بكره ببعت وراك على المكتب وبنحكي، بس انا اي ساعة؟ بكره بس اجي الصبح ببعت وراك. صبحية؟ ايه طبعا. ايوه حكي طبعا. انا على كل حال رشيد بالنسبه للمشروع هذا شو بدك مني، شوف انا حاضر ساعدك يعني شو ما بدك. انا بامرك يا حكيم. خلي لي شو إياه. بدك مني؟ لا ابدا رشيد. انت شو بتريدني شو بدك مني؟ لا رشيد عم بقول انا انه المشروع كتير منيح، وانا رح بعمل جهدي ساعدك، شو بدك مني بامرك. عم بتفكر تساعدني؟ ايه طبعا. بهنيك يا حكيم. خلي لي اياك. بهنيك يا حكيم. هيدا انسان بيتحكى معه. هيدا انسان بيتحكى معه. غيرك شو بتريد من تطوع مني حكيم بامرك؟ ولا شيء ابدا رشيد. ولا شيء. سلم دقيقتك حكيم، ممنون لك لطفك. خلي لي اياك يا رشيد. خليك يا حكيم. الله يخليك. خليك تفضل ما تحكي ما تتعذب. معلش رشيد، بس انا هلا بدي منك طلب صغير رشيد، كل اللي بدي اياه منك هلا. انا بدي منك شو بدك مني انت؟ تفضل شوي خليني احكي رشيد، ممكن؟ كل اللي بدي اياه منك رشيد انا هلا انه انت تطول بالك على المشروع كم يوم بس. حكيم لانه طول ما في طول بالي لا حكيم هلا بتجينا اتفقنا على شيء ما تغير يا خيي. لا ما راح غير رشيد ما حبيبي. تغير يا خيي. ما راح غير يا رشيد، بس ما تغير يا خيي. رشيد حبيبي انا اللي بدي اياه منك هلا طول بالك كم يوم بس حتى اقدر ساعدك يعني، لانه انت اهم شيء هلا انك تروق يعني. حكيم هلا ما في روق، انا نخلص الشغل بعدين بنروح. هلا رشيد رشيد حبيبي افهم علي انا. قلت لي روق انت اللي بتضايقني حكيم. لا رشيد ما بدي ضايقك حبيبي، بس انا كل بدي اياه انه انت تقدر انا ساعدك، انت لازم تروق. حكيم عم بتضايق. حكيم عم بتضايق. رشيد حبيبي اطلع فيي رشيد. عم بتضايق. رشيد حبيبي انت ما لازم تضايق حالك. ولك خي شو لك لازم تروق انت يا رشيد. شو بروق بتضايق؟ حكيم بقول لك مش عم بدي الروق، بدي لازم تروق. اوكي طبعا. ولك معي خبر طبعا لازم روق. انا لازم روق ممنيعه، بس انا مش عم بقدر روق. لك لازم تروق ايه؟ لا يا اخو المنيوكه. رشيد حكيم في كل قضيه ولا استلام ولا شيء شخصي؟ لا ما في شيء يا رشيد. يجوز يكون شخصي. ما في شيء عم بقول لك وحياتك. ما في شيء ابدا رشيد. وليش لكن؟ بس خلص اتركوا انتوا يا رحمن، خلص اتركوا. روح خلص. لا اتركوا. شو اسطبل بديله؟ معلش اطباء اساتذه قاعد عم تحكي. رشيد حبيبي وحياتك ما في شيء منه، نحن ما جايين نقهرك هون، صدقني هذا لانك مش رايق هيك عم يتهيأ لك. مش رايق شو انا مش رايق شو في رايق انت رايق انا مش رايق. لك حبيبي بدك تروق ترجع على شغلك، شو بدك تعمل؟ لك فكر انه حرب فوضى وبلد كلها فوضى بفوضى من الاساس، لانه الزعم عم يستغلوا الشعب. ما دخل الزعمه. بلا يا رشيد. لا ما دخل الزعمه. كل شيء صار بهالبلد لا يا اخي ما تقبصها بالزعمه. انت براسك يا عم بقول لك. ولا ما دخل الزعمه. وقف بس هيك. يا تركيب بتقولوا لي بدكم تناقشوا، وهي شايفين بعينكم نتيجة النقاش. عم نتناقش بس لازم تقنعوا باللي عم بقول لكم اياه، لانه عم بقول لكم الشيء الطبيعي المضبوط اللي بتحكيه كل العالم. ما بدكم ترجعوا مثل العالم؟ ايه بس في شغلات عم بتصير بتسطل ما بينسطل والله. هلا فيك تقول لي ليش البور فاتح والصوديكو مسكر؟ شو انه متفقين على البور وعلى الصوديكو مختلفين يعني؟ شو مش قليل والله. انتوا كمان صرتوا عم تتعاطوا بالحالة من ايمتى؟ والله من وقت ما فتنا لهون يعني. نحن قبل كنا اخذين كل احتياطاتنا لمنوعة عشي بالمرة، بس على هالقعدة وعلى هالقطعة اللي قطعتونا اياها وعلى الفيتامينات بلا صغرى بلش راسنا يشتغل. هلا فيك تقول لي كيف راقت؟ كانوا علقانين على بنا وما اتفقوا على شيء وراقت. كيف فهمني اياها داخل اجرك؟ ما عم بفهمها والله. خيي راقت
كتر خير الله رقت هيك فكروا. شو بدكم فيها كفريت؟ لا انه بركي رجعت علت. حبيبي في اشياء لا انا ولا غيري بيقدروا يجاوبكم عليها، لازم تقنعوا فيها مثل ما هي، لانه اذا رح بتضلوا معلقين عليها ما رح تتقدموا. ايه اسمح لي اقول لك حكيم وما تزعل مني، انتوا ضايعين يا خيي. لا ضايعين مزبوط والله، لانه اذا واحد مثل حكايتنا كان يتعاطى مسكنات ليطوش عنها الحاله، عم تنطفوا له جسمه وتعطوه مقويات لتصحوه. واذا الواحد مثل هالشباب الطيبه صاحي زياده على الحاله، عم تنفضوا قبر وتعطوه حبوب لتطوشوه. اعتبروا له خيي، يا طوشوا العالم يا صحوها بقى، شو لعيبتها يعني؟ انا مش عم استفيد على الحبوب، بعدني صراحه ميت رعب. لشو نحن قاعدين ناخذ حبوب؟ لازم العالم يروقوا على بعضهم بلا الاسلحه والضرب. هيك بروق انا. ايه بس لازم نداوم على الادويه فتره بتروق. ما بتروق. بلا بتروق، بكره بتشوف. وحياتك ما بتروق، عم بيقولوا بتروح لشي 10 سنين. ليه انت اللي بتروق؟ انا شو دخلني؟ إيه؟ وضعهم بالمره وعم بيعدوا بعض ومجد الدين. لازم نغير طريقه العلاج كلها قبل ما امشي بكره الساعه 10 بتكون بالمطار. خلص العلاكه والحقيني. قوموا يا شباب يلا. خلاص يعطيكم العافيه. ابو ليلى. اليزي اليزي اليزي. اهلا بهالطله اهلا. يا اهلين. طيب للاخضر. ملك والله. طيب اتركوا فرجيني كيف تمشي. والله وفيتهم على المصلحة. دير بالك عليها. دير بالك على حالك. سعيدة يابا ودعوس ايه؟ ولك مش حرام. روح ليهم بالله. مش حرام هالنسوان والطفالة. اوف يابا بلا يعرف يابا. بلا يعرف يابا غيرك. بس دعانة حلوة. غيرك. بس دعانة حلوة. غير له يا. ما في الكفاية يا أخي. ما بتجي مع الكفاية. مش حرام هالنسوان والطفالة. اوف يابا والأبرياء. ولك بلاك استخطك عالضر. من اليوم الأدوية بمعظمها تغيرت، فما تستغربوا رح منزيدها شوي وكلها حبوب خفيفة. بعدين رح نضطر نلم الجرايد والراديوات، وجرايد جديدة ما رح نطلع لهم من الفترة، ورح نوقف زيارات الأهل. واليوم اخدينهم رحلة على مطرح رايق بالجبل. لوين مساعدة؟ اخدينهم على جسر القاضي، لموا الجرايد والراديوات وزهرة سالين عم يلبسوا ثيابهم. شك هونيك. يلا هاني يلا. استاذ فواز وحياتك امبارح قلت لي شاب على الزيدانيه بلا هالرحله. وليه اذا قاتلين شو دخل الرحله؟ حزبي هو بده يصير ردة فعل. ويصير ردة فعل، مش رايحين على الزيدانيه نحن. مش ضروري على الزيدانيه، وين ما كان ردة فعل هذه حره بتكون. روح خذ حبتك يا ربي. رحلة ايه؟ رحلة بالقوة؟ الله ما قالها والله.
انت ليك هالجروب اللي طالع مقلزه بالشوم يا ساتر ملا جرصة عرايس زعتر وزيت 9 منافخ رايحين يموهوا على جسر القاضي والساعة 7 على بكرة كمان يا جاي جربنا نتكل عليكم عدنا اتكلنا على راجعة بإذن الله إذا ما إجاش من الله راجعة بإذن الله إذا ما إجاش من الله جربنا نتكل عليكم عدنا اتكلنا على راجعة بإذن الله على أن حسبي بإذن الله راجعة بإذن الله على أن حسبي بإذن الله لا تفكرها عم بتقدم راجعة بإذن الله راجعة بإذن الله إذا ما إجاش من الله راجعة بإذن الله إذا ما إجاش من الله جربنا نتكل عليكم أنا اتكلنا يا جيل قلبه على بلد قاعد يظبط بسماه بلد ظابط مثل ما هو هيدا هو هيدا اياه بسم الاب وبسم الله بسم الله راجعة بإذن الله إذا ما إجاش من الله راجعة بإذن الله إذا ما إجاش من الله جربنا نتكل عليكم عدنا اتكلنا راجعة بإذن الله قلتوا ايه وان قلتوا لا ما في رمل بهالصحراء بتحرك إلا بوحي من الله
نهتوا شوي عن الجدل والنقاش بنفس المواضيع؟ ما عد ظهرتن ابدا دكتور، بعد اول رحله وقفت الرحلات. ليه شو اللي صار؟ لانه دكتور رجعوا قاسم وادوار مصفرنين وغايبين عن الوعي من الفزع، ونزار على الوصله عمل كريزه. في رشيد كمان عمل كريزه بالبوسطه وصار يصرخ على العالم. مين؟ رشيد دكتور. ايوه ايه رشيد؟ هيدا دكتور تبع الاشارات من الارض وبيفرض مخه معكوف. ايوه رشيد نعم، هيدا اللي بده يحكي مع سركيس. ايه رشيد ايه فكان واضح دكتور انه الظهره من المستشفى ماني سابتهم بالمره، وعلى هالاساس وقفت كل شيء لتكون حضرتك رجعت. طيب لقلك اجمعي لي عدد من المرضات والممرضين ونزليهم على القسم 3 وخلينا نجرب معهم علاج المجموعه. ايوه خليهم يعملوا جلسه يوميا مع المرضى، يتركوهم يحكوا يناقشوهم بمواضيعهم طالما هالقد مصرين على النقاش. بتصور انه تكرار نفس الحقائق قدامهم على كذا يوم ومن قبل اشخاص طبيعيين مفروض انه يدخلهم شيء براسهم، او على القليله يخليهم يتقبلوا نوعا ما الواقع مثل ما هو. الو سمعتيني؟ ايوه جربي لي اول جلسه بكره الله يرضى عليكي وشوفي شو بتكون نتيجتها، وانا يعني يا بكره يلي بعده ماكسيموم تكون بيروت. اوكي دكتور. غير هيك ابدا. موفق دكتور. يلا تشاو. بتحس شي وجع يا هاني؟ بيوجعك شي؟ مثل ما بدكم يا خيي. لا انت شو عم بتحس؟ ايه يا خيي بأمرك، رقبتي شوي بس بتروح مع الوقت، وقتي معي. عم توجعك؟ ايه لازم شوف لها حكيم، بس مش هلا، بعدين في وقت. ما انا حكيمي يا هاني. يعطيك العافيه، الله يرد عنك. بمشي ليك يا هاني، هي عم بتضايقك لانك عم بتضل تهزها، شي طبيعي. عادي، ما في احلى من شيء اذا طبيعي. اله جرب تسيطر عليها لما تعود تهز. انتم مسيطرين على المنطقه كلها يا خيي، يعطيكم العافيه. طيب روح الله معك. استاذ رشيد برايك احدى بالجوله، انا بالجوله الخامسه صاروا بالاحدى بالخامسه. اي جوله بالخامسه يا اخي. نعم رشيد 11 اذار الجوله السادسه 90 ايار. رشيد تفضل. الجوله السادسه في هالفيشي تبع زفان. الجوله السادسه. لا يا مين كان؟ مين يا استاذ انت؟ فتحت امك. بس رفيع عبد انت على خطا. ما في ياسر عرفات حجازي. ياسر عرفات غير عرفات حجازي. بينتك ياسر حجازي؟ برون. لا فريال كريم بكردونه هيك ببرمون. عم تخلط الامور. على علمك في ابو سليم الحص، جامع في المكان. لا في محمود رياض شراره اذا بدك. حط اجر على اجر رشيد. حط اجر على اجر. ابو ليلى ما في مش عرفات حجازي؟ مذيع الاخبار اسعد الله مساءكم. فؤاد زيادي عمل ايه؟ حط لي هذيك الاجره شو؟ حط هاي فوق هاي. مين؟ فؤاد زيادي. نعم رجع لي هذيك لشو؟ بس شوفي لي هذا يلا. انا عتبت. عمل ايه؟ عم يوجعك شي؟ شو قصتها هذه؟ شو قصتها يا رشيد؟ لا ما عم تنفض. معلش يا رشيد ما بقى شي. اذا بقى شيء خبريني. لا ما تخاف ما بقى شي. تقوم تقطعني بتعمل لي قصه كده، احكي بتغلي معلش. لا مش حتقطعك، جاوبني هلا، عم يوجعك شي؟ ما عم يوجعني. مد ايدك. توزن لك هذا الله اذا في مثلا شيء عم بيوز. كيف؟ بيوز. شو هو؟ شو بعرفنا؟ شوفي لنا انت شو. وين يعني بأي منطقة؟ بالمنطقة الغربية. بجسمك، بأي منطقة من جسمك؟ جسمك؟ ايه. بعرفني شيء كان اخر شيء قبل مخي وين هون على الدويرة في اخر شيء. ايه. بيوز. كيف بتحسوا بوز يعني؟ هيك بيوز. طيب خليني نشوف لك ضغطك، معقول يكون لها علاقة بالضغط؟ لا ما لها علاقة بالضغط. شو فهمك بالشغلة انت؟ لك البوسطة قبل بكتير. بوسطة عين الرمانة قبل معروف سعد دغري. معروف سعد ما كان بالبوسطة. مين اللي كان بالبوسطة؟ حبيبي الشطي.